السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة معدنا مع فيلم جديد اسمه ساتريا ديو أو أسطورة جاتو تاكا. الفيلم بيبدأ في سنة 2006 في مدينة ستينيا بورا، وتحديدا في وادي تيتوكا. كانت إيرين عايشة ببيت صغير مع ابنها يودا وجوزها باندي، بس في ليلة بتتفاجئ إن جوزها بيديها صندوق صغير فيه شارة ذهبية وبيقول لها إنها لازم تحميها هي وابنهم يودا. كان بيقول على الشارة دي إنها الإرث، وبالرغم إن إيرينبي بترجاه بلاش يهجرهم، باندي مش بيتأثر بكلامها وبيسيبهم لوحدهم في الوادي وبيمشي. ما كانش حد عايش في المنطقة دي غيرهم. بعد ما باندي بيهجر إيرينبي وابنه يودا بشهر، في ليلة بتيجي راتري أخت إيرينبي تزورها وتطلب منها إنها ترجع معاها علشان تعيش معاهم بدل ما هي عايشة لوحدها في المكان ده، خصوصا ان امه كانت تعبانه ومحتاجه تشوفها في ايامها الاخيره. إيرينبي كانت رافضه انها تسيب بيتها حتى بعد ما باندي هجرهم. فجاه هما بيتكلموا، إيرينبي بتقول لراتاري ان في ناس بيطاردوهم ومش هيكونوا في امان، وان الناس دول جماعه الكروفا. راتاري ما كانتش مصدقاها وفاكراها بتهزر، كانت فاكره ان الكروفا دول مجرد اسطوره. ساعتها بيسمعوا صوت غريب بره، وواحد شرير بينادي على إيرينبي بيقول لها انها لازم تسلمه روح باندافا. ساعتها إيرينبي بتصحي يودا ابنها من النوم وبتطلب من راتاري انها تهرب بيه وهي هتقاتل الراجل ده، بس راتاري بترفض وبتقول لها انها ام ولازم هي اللي تربيه مش حد تاني. وبتروح ضربها على راسها تفقدها الوعي، وبتلبس قناع على وشها وبتخرج تواجه الشرير اللي بره، بس هو كان قوي جدا ومن غير ما يتحرك من مكانه بيتحكم فيها بشعاع من الطاقه بيخنقها وبيرميها بعيد. راتاري بتقوم تاني وتاخد سكينه من على الارض وتطعنه بيها، بس هو مش بيتاثر وبيشيل السكينه من جسمه ولا كانه حصل له حاجه. ساعتها إيرينبي بتخرج من البيت وبتجري تحمي اختها وبتقول لها تدخل تستخبى بسرعه. ولما راتاري بتلاقي اختها هجمت على الشرير ده ورجالته وتحاول انها تتغلب عليهم، راتاري بتساعدها. وقتها القائد الشرير بيتحكم في إيرينبي بشعاع الطاقه، بياخد ذكرياتها علشان يعرف السر اللي مخبيه ويلاقي اللي بيدور عليه. وعشان راتاري تساعد اختها بتهجم عليه وبتطعنه قبل ما يقتل إيرينبي، وبينتهي بيها الحال هي اللي بتموت. إيرينبي بتجري تستخبى في البيت وبتقفل الباب عليها هي ويودا، والبيت اصلا النار ولعت فيه من بره. وفي وسط الخطر اللي كانوا فيه فجأة صندوق صغير لباندي سابولا بينور وصاعقة برق بتضرب المكان، وبره كان الشرير بيحاول انه يكسر الباب، بس بيتفاجئ بحاجز من الطاقة اتكون ومش بيعرف حتى يخترقه. إيرينبي كانت متمسكة بابنها بقوة ومش عارفة تعمل ايه، وفي لحظة بتختفي هي وابنها لما الشرير بيكسر الباب أخيرا ويدخل، وبيغضب لما بيلاقيهم اختفوا. في الفترة دي انتشرت في الأخبار والجرايد خبر عن سقوط جسم فضائي، بس الغريب إن هيئة الأرصاد والمراقبة ومفيش أي سلطة عرفت تحدد هو إيه الجسم الفضائي ده ولا عرفوا يلاقوه أصلا. ومن بعدها الأمراض الغريبة بدأت تظهر وتتفشى بين الناس ومات عدد كبير منهم، وكمان كان في جرائم قتل غريبة والقاتل كان غامض ومعروف عنه قوته الكبيرة. بيتغير المشهد لسنة 2021. كان يودا كبير وبقى مصور في جريدة كبيرة، بس بيتخانق مع واحد زميله من اللي وراه وصية كبيرة وبينطرد من شغله. وفي الوقت اللي كان يودا راكب الأتوبيس ومروح بيته بيسمع الركاب بيتكلموا على جرائم القتل المنتشرة في البلد. الغريب إن كل الضحايا ناس عباقرة ومتميزين، يعني مثلا طالب أخذ جائزة الفيزياء وعالمة فيروسات قدرت تطور لقاح كورونا، وغيرهم كتير من العقول المتميزة. كل الناس كانت مستغربة وعارفين إن في سر ولا الجرائم دي. يودا لما بيرجع البيت بيلاقي كل الجيران متجمعين قدام البيت، وده بسبب إزعاج والدته كانت عمالة تزعق زي المجنونة وكأنها بتتخانق مع حد. يودا بسرعة بيدخل يهدي والدته اللي بنتفاجئ إنها فقدت ذاكرتها وبقت في حالة مش طبيعية بقالها سنين من يوم اللي حصل. بعدها بشوية يودا بيخرج يهدي الجيران وبيدفع الإيجار المتأخر، بس صاحب البيت بيديله مهلة 3 أيام يسيب فيهم البيت. الصبح يودا بيجيله تليفون من صاحبه أرلانجا اللي كان في السنة الأخيرة من الجامعة، كان بيطلب منه إنه يجي يصور حفلة تخرجه النهاردة. وفي الوقت اللي كان يودا في حفلة التخرج كان البروفيسور أريا بيقول كلمته. كان أريا مشلول وبيتحرك بكرسي متحرك، وبعد ما بيخرج من على المسرح وبنته الأولى على الدفعة بتقول كلمتها، الكل بيتفاجئ بهجوم حصل ورا الكواليس، وأرلانجا اترمى على المسرح وأبوس همد مرة واحدة جسمه بيتحول للون الأسود، واريا كان واقع من على الكرسي وبيدلهم على الاتجاه اللي مشي فيه المجرم. ساعتها يودا بيطارده لغايه ما بيتمكن منه في الجراج وبيتقاتل معاه، بس الشخص ده ما كانش طبيعي ابدا وكان قوي جدا. يودا كانت الكاميرا وقعت منه وقتاله مع المجرم بيتصور كله. يودا بيفوق تاني يوم في بيته وبيشوف الاخبار وفيديو قتاله مع المجرم كان معروض في الاخبار. ساعتها إيرينبي كانت بتتفرج، واول ما بتشوف الشخص اللي كان يودا بيتقاتل معاه بتتجنن وبتقول باندي. يودا بتستغرب ايه اللي خلاها تفتكر ابوه دلوقتي، يقول لها انه هجرهم من سنين ولازم تنساه. بعد ما يودا بيحضر جنازة أرلانجا وبيشوف البروفيسور أريا هناك بيتفق معاه انه يروح يقابله بما انه اكتر واحد عارف عن كاروفا والباندافا، وكمان بيعمل عنهم رسالة. من غير ما يودا يضيع وقت بيروح لأريا بيته، وساعتها بيعرف منه تاريخ الكاروفا وانهم
جيل من الشر خارقين وفي دمهم جين مميز هو اللي بيديهم القوة الخارقة وبيخليهم قادرين انهم ياخدوا اي شيء من جسم اللي قدامهم من غير ما يجرحوه، زي ما عمل إيرينبي وسحب ذاكرتها زمان. واريا بيقول له لو وصل للشخص اللي اخد ذاكرة امه يقدر يرجعها تاني منه. الباندافا بقى في الناحية التانية مجموعة من البشر الخارقين برضو وقوية جدا، يعتبر هم حماة العالم وهم اللي بتصدوا للكاروفا وبيمنعوهم من أذية الناس. بعدها يودا راح بيت أرلانجا وراجع كل متعلقاته اللي كانت معاه. ساعتها أمه بتخليه يدخل أوضة أرلانجا للمرة الأخيرة. هناك بيلاقي كتاب قديم كان أرلانجا بيقرأ فيه باستمرار، بس لما بيفتحه بيلاقي فيه مذكرات سرية وفيها مكتوب ميعاد مهم والمكان اللي هيكون فيه. كان الميعاد ده بعد ساعة. فبتحرك يودا وأجني صديقة أرلانجا وبيروحوا هناك علشان يعرفوا إيه اللي كان أرلانجا متورط فيه. ولما يودا بيشوف اللي كانوا جايين يقابلوا أرلانجا بيطاردهم وبيتفاجئ إنهم عصابة وبيقوم بينهم قتال عنيف كانوا هيقتلوا فيه أجني. ساعتها يودا بيحميها وبياخد ضربة الفاس في ظهره بدلها. وفجأة بيظهر شاب ومعاه قوس وأسهم بيحمي يودا وبيتقاتل مع العصابة لغاية ما بيهربوا. وبعدها بياخد يودا وأجني وبيروح على المقر بتاعه علشان يعالجوه. بنعرف ان الشاب ده نانجيا مقاتل من الباندافا واخوه الصغير جيجي وامهم بالتبني اللي مربياهم من سنين. الكل بيتفاجئ انها من الكاروفا. يودا ما كانش فاهم ايه حكايه الباندافا ولا الكاروفا دي. فدانداجيا بيقول له ان من الاف السنين كان في حرب اهليه بين مجموعه كبيره من اقوى الابطال الخارقين في العالم، وسط ما كانوا بيحاولوا يقضوا على الشرور اللي في العالم. الابطال بيحصل بينهم خلاف كبير، واحد منهم بيستخدم السلاح المحظور ناريانسترا علشان يقتل بيه عيله باندافا، بس مش بينجح في قتلهم كلهم. بتعاقب بعدها وسوتاما بانهم اخدوا منه حجر قوته من جبهته. الحجر ده كان هو اللي بيديه قوته الخارقه واتحبس في الابد في بعد تاني اسمه باتالا. ومن 15 سنه وقع جسم فضائي في المدينه اللي كان عايش فيها يودا. زي ما شفنا في البدايه الجسم الفضائي ده كان هو حجر القوه بتاع المنظمات السريه، واللي كانوا عاوزين يسيطروا على العالم بيفتعلوا مؤامرات وحروب كتيره في المنطقه علشان يلاقوا الحجر ويسيطروا على العالم. فالحكومة عملت منظمة سرية اسمها يودا باندافا علشان تحمي سلالة عيلة باندافا والإرث بتاعهم لغاية ما الشخص المختار يظهر. والكاروفا برضو كانوا مسيطرين على مناصب كبيرة في الحكومة، وبقت دلوقتي الحرب بين الطرفين في السر لغاية ما الكاروفا بيقضوا على منظمة الباندافا والباقيين منهم عايشين في رعب. كانوا الكاروفا عايزين يلاقوا حجر الإرث في أسرع وقت علشان يقتلوا الشخص المختار ويستخدموا روحه والحجر في فتح بعد باتالا وتحرير أسوتاما. أرلانجا كان هو المتزعم المشروع ده وبيحاول يجمع الباندافا علشان يعرفوا يواجهوا الكاروفا ويمنعوا صحوة أسوتاما. بس بعد قتله نانجيا ما كانش عايز يكمل في الطريق ده علشان ما يخسرش حد تاني، خصوصا انهم مش بقوة الكاروفا. بعدها يودا بيرجع على بيته بس مش بيلاقي امه، بيلاقي رسالة منها مكتوب فيها انها رجعت بيتهم القديم. ساعتها يودا بيتجنن ازاي وهي فاقده الذاكره ولسه فاكره بيتهم القديم في الجبل والغابه. فبيتحرك على هناك على طول ومعاه اجني، ويا دوب بيوصلوا بيسمعوا صوت ضرب نار فبيجري ناحيه البيت. وقتها بيلاقي امه بتجري في الغابه وهي متصابه برصاصه ببطنها. وقبل ما يفهم ايه اللي بيحصل بيتفاجئ بالشخص الغامض اللي كان هاجمهم من 15 سنه ظهر قدامه وبيهاجم إيرينبي وبيطلب منها الارث. ومره واحده بيتحكم فيها بشعاع طاقه بيعذبها علشان يعرف برضه فين الشاره السحريه. وإيرينبي ما زالت على موقفها مش بتقول له حاجه. يودا بيهجم عليه علشان يحرر امه وبيتقاتل معاه في الوقت اللي كانت اجني اتفاجئت بمجموعه من الكاروفا الاشرار ظهروا فجاه، فبتتقاتل معاهم وبتحاول تحمي إيرينبي. بس من كترهم انها بتقاتلهم لوحدها وهم اقوى منها بتوعه وبتستسلم للموت خلاص. وفي اللحظه دي بيظهر داندانجيا وبيقتل كل الكاروفا واللي كانوا حواليها. ساعتها كان قائد الكاروفا فتح بعد الباتالا واختفى فيه. يودا بيجري على امه ينقذها بس كان فات الاوان. وفي انفاسها الاخيره بتقول له ان الارث مدفون جنب قبر اخوه. بعد ما بيدفن امه بيروح بيته القديم وبيحفر جنب البير لغايه ما بيطلع الصندوق الصغير كان جوه الشاره السحريه اللي انقذت حياته من 15 سنه. كانت دي ميداليه باراجاموتسي اللي بيمتلكها الشخص المختار، ومعنى كده ان يودا هو جاتو تاكا. ولما بيرجع مع اصحابه على المقر بتاعهم بيفحصوا الميداليه وبيلاقوا مكتوب عليها جمله بلغه غريبه. المفاجاه ان يودا كان عارف الجمله دي لان امه علمتها له وهي صغير وخلته يحفظها زي اسمه. لما بيحاول انه يقولها علشان يفعل الميداليه وبيقولها مش بيحصل حاجه، بس بعد شويه جيجي كان بيلعب بيها وبيضربها في الارض فبتتوهج. ساعتها يودا بيحاول انه يضربها بايده علشان يشوف ايه اللي هيحصل. ولما ما كانش في نتيجه جيجي بيقول له على مكان قديم لاسلاف باندافا وبيروحوا كلهم على هناك. ساعتها يودا لما بيضرب الميداليه بقبضته وبيفتكر الظلم اللي تعرضت له امه وقتلها تسيطر عليه قوه غريبه. مره واحده الميداليه بتتحول لدرع على ايده، وقوه الميداليه كانت اكبر من ان يودا يتحملها. في الوقت ده داندانجيا بيجيب القوس بتاعه وبيضرب سهم على يودا علشان يختبر قوته. فجأة يودا بيتحكم في هالة من الطاقة حواليه والسهم بيتكسر 3 أجزاء قبل ما يلمسه. ومن بعدها هما بيقرروا يكملوا مشوار كفاح الباندوفا في نفس الوقت اللي كان الكاروفا بيجمعوا أكبر عدد منهم وبيستعدوا للحرب اللي جاية. يودا وأصحابه بيقرروا إنهم يشتغلوا في السر اليومين دول
ويخفوا هويتهم الحقيقية علشان ما يكونوش في خطر. والشخص الغامض زعيم الكاروفا انتقل لبعد الباتالا وسلم أرواح البندافا اللي قتلهم لأسوتاما المسجون للأبد علشان يساعده يتحرر. بس أسوتاما بيعذبه بحجر القوة اللي في جبهته علشان يتحرك بسرعة ويجيب له روح الشخص المختار. بعدها بشوية كان أغمى عليه من التعذيب، واحد من رجالته لما بيشوفه واقع على الأرض مش بيتحرك بيقرب منه في هدوء وفي إيده سكينة عايز يقتله بيها، بس بيتفاجئ ساعتها إنه صاحي وبيهجم عليه يضربه وبيقول له إنه يروح يدور على روح المختار وبينقل له من قوته علشان يستخدمها، ولو نجح هيكون أقوى كاروفا في العالم وهيمتلك قوة أكبر من كده. بعدها بيومين الشرطة بتلاقي جثة شاب كان بطل رياضي ومحقق أرقام قياسية كان مقتول بنفس الطريقة اللي ليه الضحايا اللي فاتوا عليها. وقتها يودا واصحابه بيتنكروا وبينضموا لفريق البحث الجنائي في موقع الجريمة علشان ياخدوا عينات دم من الضحية. لما بيحللوها بيتفاجئوا ان في عينة دم منهم للقاتل. المفاجأة مش في كده، دول بيكتشفوا ان القاتل من البندافا. لما بيحسوا بيعرفوا ان يبقى باندي والد يودا، وده لما بيلاقوا في المخبأ بتاعه صورة أريمبي. ساعتها يودا بيقرر يرجع لأريا علشان يساعده، يروح على بيته يقابله وبيحكي له على كل حاجة. أريا بياخده على غرفة سرية ببيته محتفظ فيها بكتب قديمة عن أسطورة جاتوتو كاكا، وبيطلب من يودا انه ياخد الميدالية يفحصها، بس يودا بيرفض. ساعتها أريا بيوريه سهم سحري اللي شفناه في الأول لما كان أرلانجا بيحكي عنه. فجأة أجني بيغمى عليها أول ما بتلمس السهم. وفي نفس الوقت اللي كانت جماعة الكاروفا بيهاجموا أصحاب يودا في المقر بتاعهم وبيتصلوا على يودا يستنجدوا بيه. ساعتها يودا بينتقل بأقصى سرعة علشان ينقذ أصحابه وبيوصل في الوقت المناسب قبل ما يقتلوهم. يودا لما بيلاقيهم بيهاجموه وبيضربوه بالنار بيتصدى ليهم ومفيش رصاصة بتيجي فيه لأن قوة الميدالية عملت له درع من الطاقة بيحميه. وبعد ما يودا بيتقلب على رجالة الكاروفا كلهم بيواجه زعيمهم وبيتقاتل معاه لغاية ما كان هيقتله. بس ساعتها بيظهر رئيس البندافا الحقيقي واللي بيطلع باندي والد يودا. يودا بيتقاتل معاه وهو مش عارف إن أبوه، لغاية ما جيجي بيشوف الهالة اللي حواليه بالعدسة السحرية بتاعته وبيوقف يودا في آخر لحظة بعد ما كان هيقتله. بيروح يطمن على دانان، بس دانان بيقول له إنه لازم ينهي كل ده ويروح لإيريا علشان هو اللي هيساعده. وفعلا يودا بيروح على بيت إيريا بس مش بيلاقيه، فبيدخل الغرفة السرية هناك وبيلاقي بانداي جه وراه بيحكي له عن علاقته بإيريا من البداية وإيه اللي خلاه يهجر يودا وأمه. باندو بيقول إنه في يوم ولادته الدكاترة ما كانوش عارفين يقطعوا الحبل السري بأي أداة طبية أبدا، ويومها ظهر إيريا ومعاه خنجر سحري من بتوع البندافا بيخلي الدكتور يستخدمه وفعلا بيقطع الحبل السري. وباندي في الفترة دي كان في المخابرات السرية واحد من قادة البندافا، واضطر انه يبعد عن عيلته علشان يحميهم من الكاروفا في الظل. بس في اليوم اللي الكاروفا هجمت فيه إيريمبي وقتلت فيه اختها وطفلها التاني، باندي بيوصل متأخر. لما بيشوف الجثث بيفتكر ان الكاروفا نجحوا واخدوا الميدالية السحرية، ومن يومه هو قرر يختفي. مع الوقت كانوا زمايله في المنظمة بيموتوا اكتر من اليوم اللي قبله، وساعتها باندي بيوري ليودا ميدالية سحرية زي اللي معاه وبيقول له انهم لو استخدموا الاتنين مع بعض ووحدوا قوتهم هيقدروا ينتقلوا لبعد باتالا. فعلا اول ما الاتنين بيمسكوا ايد بعض بالميداليات ايديهم بتنور وبينتقلوا لحظيا لبعد باتالا. وقتها بيدوروا في المكان او في العالم ده على مخبأ زعيم الكاروفا لغايه ما بيوصلوا للكهف اللي فيه سجن أسوتاما. هنا بقى كانت الصدمه ان بنشوف اجني متأيده علشان يتم التضحيه بيها، واللي خطفها ويقتلها ورا كل اللي بيحصل ده هو أريا ابوها اللي ما كانش مشلول على حاجه. ولما اجني بتلومه انه اختار الطريق ده بيقول لها ان هو وامها كانوا بندافا مخلصين، بس زمايلهم من بندافا اللي بقوا في الحكومه واصحاب مناصب بعتوا وراهم عصابه تقتلهم في يوم، وما ماتت برصاصهم واتصاب واتشل. وهو برضه اللي قتل أرلانجا وأريمبي. في اليوم اللي كانت رجعت بيتها القديم كان هو زارها ورجع لها ذكرياتها أول ما بيسلم عليها. في الوقت ده كان يودا بيتقاتل مع رجالة الكاروفا هو وأبوه، بس باندي بيقول له يسيبهم له ويروح هو يدور على أجني وينقذها. وقتها باندي بيموت للأسف، ويودا بيتصدم لما بيشوف إيريا اللي بيتحكم فيه بقوة الحجر وبينزل فيه ضرب. في اللحظة دي مساعد إيريا كان موجود، ولما إيريا بيأمره إن يقتل يودا اتفاجئ إن طعنه هو في ظهره وأخد حجر القوة من جبهته بتحريض من أسوتاما. فبيرجع إيريا مشلول تاني ويودا بيهجم على الشرير يقتله بضربة واحدة والحجر بيقع على الأرض. وقبل ما إيريا بيموت بيدي السهم السحري ليوجا وبيطلب منه إن يقتل أسوتاما علشان ينتقم للكل ويحرر كل الأرواح اللي أسوتاما سيطر عليها. وقتها يودا بيتفاجئ إن الشرير لسه ما ماتش وإنه امتص الحجر في جبهته بقى قوي جدا. ساعتها هو وأبوه بيتحدوا ضده وبيقتلوه، بس قوة الحجر بتخليه يقوم تاني زي الزومبي. في اللحظة دي يوجا بيوحد الميدالية بتاعته مع ميدالية أبوه بيمتص قوتهم الاتنين، وفجأة بيتحول لبطل خارق من مستوى تاني، والميدالية بتعمل حواليه درع قوي جدا من الطاقة الذهبية. والشرير هو كمان بيتحول لعملاق خارق وبيسيطر على السماء، فيودا بيطير وراه وبينزل في ضرب كل ما بيتمكن منه. كانت معركة أسطورية بين الاتنين. ساعتها أصحاب يوجا بيوصلوا وبيساعدوه بأنهم بيضربوا نار على الشرير. في اللحظة دي كانت أجني حدفت السهم السحري ليودا وخلته يطعنه بيه، فتأثير السهم السحري بيوصل لأسوتاما وبيبدد الأرواح اللي كان بيتغذى عليها وبتحبس من جديد وقيوده بتقوى عن الأول. ولما يوجا كان هيقتل الشرير ده أجني بتمنعه وبتقول له كفاية قتل،
بس الشرير بيستفزهم خصوصا دانان، وبيفكروا بقتل الأم وأخوه والألم اللي كانوا حاسين بيه ساعتها. وقتها دانان بيرميه بسهم بيقتله في ثواني. بعدها بيرجعوا للمدينة وأجنب بتحتفظ بالسهم السحري وبتقفل عليه الغرفة السرية بتاعت أبوها. بعدها يودا بقى هو البطل الخارق وحامي حمى الضعفاء. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.